قرية صغيرة في الفيوم اتشهرت في العالم وبقت واحدة من أهم القرى السياحية في مصر. قرية صغيرة قدرت تفرض نفسها على صناعة الفخار في العالم، نشأت فيها حرف يدوية حطتها على الخريطة العالمية للسياحة. اللي بدأ البداية دي مدام إيفلين الله يرحمها، وهي عاشت معانا 55 سنة. قرية تونس في مصر سمت بقرية تونس عشان شبه الريف التونسي، قرية بسيطة المهنة الوحيدة اللي فيها هي الزراعة. أهلا بيكم في قرية تونس، القرية اللي اتشهرت بصناعة الفخار في مصر. سيدة سويسرية حولت القرية دي لأهم قرية في صناعة الفخار في العالم. اسمي إبراهيم سمير، واحد من قذافي قرية تونس. اللي بدأ البداية دي مدام إيفلين الله يرحمها، وهي عاشت معانا 55 سنة، وهي قذافة سويسرية. وطبعا في البداية كانت جاية صدفة، يعني لغاية ما شافت ولاد القرية بيعملوا ألعابهم بإيديهم، فأنشأت مدرسة الفخار سنة 1988، فتعلمنا سنة 1992. خلينا نقول واحد من أول جيل يتعلم معاها. إحنا كنا 7 6 ولاد وبنت، وإحنا كنا بنحب الطين، ما كناش بنكسب فلوس خالص، ولا هدفنا إن إحنا نكسب فلوس، بس إحنا كنا بنحب اللي إحنا بنعمله. بعد وقت إحنا حبينا بقى شغلنا، كبرنا شوية، ابتدينا بقى نتعمل معارض في مصر، وبعدين معارض بره، فرنسا، سويسرا، ألمانيا، إيطاليا. بقى النوع ده يعني نوع مخصوص، حاجة مصري، يعني ما علمتناش حاجة من أوروبا، علمتنا طريقة مصري قديمة، والشغل بيدخل الفرن مرة واحدة بس، واحنا اتعلمناها، وعشان كده هي عندها اسم ومشهور. قرية صغيرة وسط الريف نشأت فيها حرف يدوية حطتها على الخريطة العالمية للسياحة، وبقت واحدة من أهم القرى السياحية في مصر. عرفت الفيوم أول حاجة هي صدفة. هي في بداية حياتها كانت متجوزة الشاعر سيد حجاب، بس جوزها اللي فضل معاها تقريبا طول حياتها هو ميشيل باستور، هو خزاف وفنان ومصمم ازياء، فهو سويسي زيها. اول مره جت كان في محامي كده، ده تقريبا كان صاحب جدي، فقال لهم في قريه لذيذه في الفيوم، هم شافوها صدفه، فهي حبت القريه. هما كانوا بيجوا طبعا بيغنوا مع، طبعا انا ما عصرتش ده، كنت صغير لسه يمكن او ما اتولدتش. طبعا الافراح هنا كانت بتقعد وقت طويل، قبل الفرح بشهر يقعد كل يوم يطبلوا ويرقصوا وما الى ذلك، العادات التقليديه بتاع الريف. فكانوا بيجوا طبعا، بما ان الاستاذ سيد حجاب واحمد القديش شعراء، فهم كانوا بيغنوا معاهم وكانوا مبسوطين بيهم. بالنسبه لهم يعني حاجه جميله ومختلفه. وكمان في شارع كبير باسمها في قرية تونس، شارع إيفلين. القرية كلها في شوارع تونس الناس من كبير لصغير، الناس كلها شغالة في صناعة الخزف. مش بس كده، ده كمان الأجانب بيجولها من كل مكان. كل شارع في القرية هتلاقي معارض بتعرض شغلها. في قرية بسيطة من واحدة من أجمل القرى اللي موجودة في مصر، وأجمل شوارع هتشوفها للريف المصري. اسمك يا كبير؟ يوسف. عندك كام سنة؟ 14 15. عندك 15 سنة؟ اتعلمت فين صناعة الفخار دي؟ هنا في القرية بتاعت تونس. تتعلمها من وانت عندك كام سنة؟ عندي 12. من وانت عندك 12 سنة؟ اه. طبعا انك تشوف الحياة هنا في قرية تونس، الناس كلها شغالة في الفخار، شغالين في صناعة الخزف. ممكن تلاقي أطفال صغيرة، ممكن تلاقي حريم رجالة. انت الشغل هنا بعد ما بينشف بتعملوا فيه ايه؟ يقعد جاز أيام في الشمس وبعدين يخش الفرن، يقعد جاز أيام في الفرن ويطلع يتعرض في المعرض تحت، وبعدين يتلون، وبعدين ياخد طبقة الجليز ويخش الفرن زي ما قلت لك جاز أيام كده. بس بعدين بتعرضوه عندكم في المعرض؟ نعرض في المعرض ده تحت. صناعة الفخار والخزف مش مجرد حرفة، دي بقت مصدر رزق أساسي لأهل قرية تونس. قصة بدأت من سيدة سويسرية بتعلم الأطفال صناعة الفخار، لقرية بقت رائدة عالميا في صناعة الخزف. هتعيش أجواء في الريف المصري عمرك ما هتعيشها في أي مكان تاني موجود في مصر. الفطار بقى هنا في قرية تونس بيبقى شكله مختلف، فطير وعسل وطحينة،
تحس نفسك ان انت بتاخد الفطار في قرية ريفية. تعال نجرب الفطير ونقول بسم الله. متنساش تشاركنا في التعليقات، هل زرت الريف المصري قبل كده؟